ألف مبروك للمغرب الفوز بشرف تنظيم كأس إفريقيا 2025. هنيئا لنا. إن شاء الله الهدف القادم كأس العالم 2030. الفيديو سنوضح نقاط فنية أساسية مهمة في ملعب طنجة ابن بطوطة، حيث تتواصل فيه الأشغال بسرعة كبيرة. أما أشغال تنصيب المدرجات ستتم بسرعة كما ستشاهدون في الأيام القليلة المقبلة. في الصورة التي أمامكم توضح الطريقة المعتمدة في البناء. إليكم فيديو مبسط عن الطريقة التي يتم بها العمل والبناء في ملعب، حيث توضع الأرضية الإسمنتية، بعدها تنصب الأعمدة الطويلة وتملئ بالخرسانة المسلحة، ويتم بناء الجزء الأول من المدرجات، حيث يأتي المدرج معدلا مسبقا، وهذا ما يوفر الجهد والوقت، ويكون امتن من البناء الكلاسيكي الذي يصب الخرسانة. بعدها تتشقق نظراً لأن طبيعة الإسمنت تتمدد قليلاً في الشتاء لسنتيمترات، مما يخلق شقوقاً. شأن ملعب محمد الخامس الذي في كل مرة يتم إغلاق منطقة بسبب الشقوق ولضمان سلامة الجمهور. دعمني باشتراك إذا أردت تشجيعاً لي، ودمتم سالمين.